السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم ألف عافية يا أخوان. يوم جديد وموضوع جديد ومغامرة جديدة بإذن الله. بداية المقطع نذكر الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا إخوان تحط لنا لايك للمقطع، تعليقنا تعليق محترم مثلك، تمام؟ وإذا مش مشترك بالقناة يا ريت تشترك. ولله الحمد. طبعا يعني احنا بنشوف اخبار قديش كنا ندعي لاهلنا في غزه واللهم انصرهم وثبتهم. ولله الحمد انتهت عليهم، يعني نحكي الحرب بشكل عام وانتهى كل شيء بس لسه الاوضاع عندهم الله المستعان، الله يعينهم. طيب انا اليوم طلعهم. هاي الذره مش عارف من وين اجت، شكله في فرخ مراجع ولا هي موجوده من اول. هاي الذره من وين اجت؟ ما كانت من على السطح. على الدرج يا زلمه مع كفك. ايه هي بطير لما شاب. شوف هذا البلجيكي النية، هذا الفحل، هاي الطيرة، هيك النية. امبارح جيت على السطح، كنت انا بفتح عليهم الباب زي هيك الصبح بدري اول ما اطلع الشغل، بسيبهم يتنشروا لحالهم. واذ به هذا البلجيكي يا اخوان ضرباه الحماسة، كأنه رجعت على الكاميرات شفته طالع برا السطح. قلت برجع ادور عليه، اقلب الدنيا ودي جيب، ما لقيته. كثير ضايقت امبارح بالليل، يعني قلت سبحان الله ضاع الفحل وظلت بوجه الطيرة. يعني فوج، هذا يعني فوج من فراخك، يعني بعز عليك انت مش شاريه ولا كذا. يعني انت طلع هذا 18 يوم لفقس وقاعد تحكي شهر لانفطم شهر وشوي، يعني قاعد فترة فبالاخر تخسر الفحل اللي انت بدك تكشه. هاي البذره يعني احنا بالاول والاخر نكشها. كثير اتضايقت. ايه ما عندهم مش مي هذول قلبينها. لسه بنعبي لهم قبل ما نطلعهم. كثير اتضايقت بالليل. بالليل بيحكوا لي في حمامه على الشباك بالليل. طلعت ارمح اركض لو قاعد لي على الشباك تحت على الحمايه من برا. بالليل ابصر وين باقي تخمخم. عاد دورت عليه ما لقيته. تخمخم رحت بالليل غفيته ورجعته. طبعا هو لحد هسه مش ماكل، يعني امبارح ما خلص. انا عشيتهم خلص، ما عشيتهم خلص، خليك لبكره. طيب خليكوا شوي بس نعبي هدول مي يكونوا عطشانات. هدول زي هي اخوانه ما شاء الله. هذا اخوه وهذا اخوه. هذول الاخوان الاكبر عمرا. طلع هذا فرخ ما شاء الله اسمه زاقق. نعبي لكم مي يلا صبر. طلع سمع الصوت وي بصاصوا. لسه في اشياء بتصاصي هون في اشياء بتصاصي. استنى صبر بس خلينا نوقف تصوير نعبي مي شوي. طيب هاي عبينا لهم مي امورهم تمام، بس في وغد هناك تمام طلع. طيب نحبس احبس. لا احبس شاطر يلا. ايوه يا عيني عليك. هذا مش مع هذول، هذا مع اللي هناك. ما انا قال لكم بصاصي لسه بصاصي يا حرام. ايه بطل يفتح الباب علي. طبعا هذول ليش حبسوا ما بعرف، لحالهم حبسوا. هذا ابوه بلجيكي احمر وامه بلجيكيه حمراء. كيف طالع هو هيك مش عارف. هسا هذا انا لسه صابر عليه لاني انا يوميها متذكر كانت بيضة الفحل هو، ما بينفع مع البيضة العسكرية من زته. شوف كيف الحمام الفراخ اللي استنى شوي. طبعا والله شوب مع المشمع وبالليل برد. هذا جو زي العمى. تعال ننزل شوي نطلع عليهم عن قريب. هذا المراسلي آلش، الشخشلي آلش على الآخر ولا ريشة فيها. هذا من الفوج انه طاطا الدبان اللي جوا. يا حبيبي يا حلولو حتى البلاش كالشات. الله حرام. هذا المسود الكبير، هذا وهذا الاصغر. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا اول دباني هو واخوه. وين الثاني اخوك؟ وين ولا هاي اخوه. ايه وقع التليفون. هي اخوه. هذا الفوج اللي بعده وفي لابس هذا
السادة جاي، هذا اخر فوج، هذا لسه بصاصي. تمام. الابلق هذا الازرق هاي اخوه الفوج اللي قبله. دبابنا هيهم ما شاء الله الثلاث، وفي الرابع وينه؟ الالش اللي تحت. طيب هسه بنطلعكم انتو، بس مش هسه خليكم شوي، خليكم اصدي لهم اليوم شوب. تفضل. طب انتو مين قالكم تحبسوا؟ هذا الشيخ شلي اخوهم، بس طالع في اشي ضربه في رقبته وقرفيلته واقعه وحالته عاليه. تفضل. بضرب له عين يضرب كمان. فحل. تفضل يا اخوان. بواقي الستة هذا بواقي الستة، هذا مع الفوج الاولاني. هذا بواقي الستة او بواقي الخمسة، يتوسخ اصبعي. بواقي الستة او بواقي الخمسة. تفضل قاعد لي هون. تفضل. زعلوط هذا الثاني. تفضل. هاي طقش وفخري حسب الله قاعدين لي. طبعا هذول لازم 1 2 3 4 ينكرشوا بسرعة عشان ننقلهم مع غاد ونصفي الشكالي، نجيب لهم فوج ثاني يدلوه على السطح. ما احنا الشكالي احنا دليل سياحي. ما عندكم مش مي؟ منيح ما عندكم مش مي. انا المي بعبيها على قد اليوم بس. طب ما دامهم حبسوا ولحالهم حبسوا، مش عارف ليش ومين قال لهم يحبسوا، تعرف ايش؟ البلاشكة والشيخ شلي والجلف بنعطيهم اسبوع زمن. اسبوع. قديش بنعطيهم؟ اسبوع بس. بعدين بنصير نشدد عليهم، يعني اسبوع جديد صار طلع، فحرام اشد عليهم. فهم لانهم هم كلهم 4. هم كلهم 4. استنى مش بوجهي تطلع. تعال ما بدك كشوا مسا شو بالدنيا، اذا بكشوا مسا. لا ننسى انه احنا خالطين فوجين مع بعض. ما شاء الله. الفوج الصغير ضل جوا. اشوف. لا والله هذا المراسلي اللي هو جاي 99% طيران، حاسه تعبان. بارح ما عجبني بالمرة. هيا شايف كيف حتى طيران وخفيف، مش عاجبني، حاسه تعبان او مريض. يلا مسود شطور. طيب احنا نخلي بس ايش رغاد، خلي هذا الباب فاتح، نحط عليه الكرسي، مش حط المشربيه مش حطها بالشمس. عشان ليش خليته فاتح؟ عشان الخشة تتهوى. الخشة مضغوطة شوي من النايلون، فممكن هيك تتهوى حتى اذا فيها اي اشي. ايه هجموا يتكلسوا هذول ولا وشو هذا؟ والله بتهم هيا جو. لا خلص اسف. تكلسوا براحتكم، ما بدي اكشكوا. انا صار لي فتره بكشكش فيهم لاني طلع على الرف صار فزه. شكلي ضربته الحميه. بالله عليكم الورده انا مبسوط عليها، طالعه لنا ورده هون مبسوط عليها. بالله عليكم ما حدا ينتف لي اياها من الحمامات يعني. طلع السكري شو بيعمل؟ طلع كيف بوقل. طب انزل تحت دخيل الله. هذول 21 22 طير مش عارف بالضبط. اليوم نكشلكم اياهم ان شاء الله. هسه انتم شفتوا الحلقه اللي قبل طلعوا مع بعض وابدعوا. تمام. امبارح ما صورت اشي، يعني الحلقه اللي انتم حضرتوها امبارح هي مصوره اول امبارح، فان شاء الله امبارح كشيتهم مع بعض كمان كانوا احسن. بس زي ما قلت لكم البلجيكي ما طار معي زي الخليج، المراسل الابيض ما طار زي الخليج. بعد ما تنساش انه الحمام هاي الشت معنا صغيره، بس الوقت اللي اجت هي فيه قاعده بترمي، يعني بترمي. طالع قبلك هذا الزبط الصغير هذا كنا طعميه. طبعا البولق كلهم طعميتهم عادي، حتى اخوانهم اللي جوا بطعميهم عادي يعني. حتى اخوانهم اللي جوا بطعميهم ايش على ايدي. طبعا جوا بغرفه الانتاج 7 فراخ بطعميهم عادي 7، يعني مجهود والله العظيم فتاك. وللاسف خرب كثير عندنا بيض، اجت موجه برد هيك بالليل. ناس الشبابيك فاتحه تحت غرفه الانتاج، واذ به كثير بيض خرب، كثير فوق ما تتصور. يعني ايش اقول لكم، الفوج كله اللي طالع البيض اللي باضوه الطيور راح. يعني بدناش نقول لكم عين ورجل ومش عارف شو، خلاص قضاء وقدر راح.
كل الفوج يعني، لا بالونيات لا بولنديات لا قراقطة لا دبابنة ولا اشي ضل، كله خرب. حتى البلجيكي الشخاش للزرق للأسف خرب. يعني الله بيعوضنا خير ان شاء الله، لانه الجوازة عندهم ننتج منها عادي مش مشكلة يعني. ما خربتش الدنيا، الغرفة موجودة والعلف موجود ولله الحمد، نحمد الله على كل حال، وخير ربنا موجود، والمتابعين موجودين يعني، والحمامات موجودين، وابو سوار ان شاء الله موجود. الله يحمينا ويحميكم ويحمي كل أمة محمد أجمعين، ويرزق الناس أجمعين. كل شيء موجود، فمنطلع لقدام فلا تستعجل. هاي هذول مين تخيل انه بهالرقم الصعب اللي هو الوقت يعني، فالوقت الصعب انه بسم الله تبارك الرحمن ما شاء الله، بدناش ننق كثير، انه طلعنا فراخ، كرشنا فراخ، قعدنا حمام، جبنا طقاطيق، فراخ فيها عروق قاعد بتحكي احنا كرشناها والسطح، وجبنا جواز انتاج والى اخره والى اخره والى اخره الخ يعني. فانت قاعد بتحكي ولله الحمد يعني، السطح كله ما صار له 6 شهور والامور زي هيك. هسه مش راح يطيروا، اذا طيرتهم مش راح يطيروا زي الخليج لانه الدنيا حمى. فانا طلع مع الرفصه، بس بدناش نطيرهم يعني. هسه اذا طيرتهم طلع الآلة شاف كيف شكله، اذا طيرتهم مش راح يطيروا زي الخليج. يلا شو جاي بالي احممهم. لا دون ما تفز، بس طلع علي. ايش طلعوا؟ في صقر قبل شوي شفته قاعد بيلعب بالحاره، اكيد هم بيطلعوا عليه. ما شاء الله الاخوان كل واحد من بطن هي شايفينه. طبعا احنا بوقت العصر بده يأذن الاذان زي ما انتم سامعين. طيب خلينا نوقف شوي نسمع الاذان، صلي العصر وبنرجع بنكشهم، نرجع لكم. طبعا شوف معي جاي كشينا الفراخ كلها، بس انا اقول لك في الابلق الاحمر هيو تعبان، شايف كيف برخي حيفسد مكان، هسه مش راح يقدر يكمل معهم. في المراس الابيض هذا تعبان، هاي طلع الابلق كيف مش عوايده هيك. المشكله هم شدوا، طلع ما شاء الله كل الفراخ كيف صارت، اللهم بارك. بس خلص نصيب، هي تعب. شو المسود هذا لازم عزف انفرادي، شاف الابلق عزف انفرادي لحقه. طلع ما شاء الله كلهم لحموا مع بعض وصاروا قطعه واحده. هاي المسود رجع فيها. هات شوف المسود هذا، خليه يحط، بركي الابلق حط. ليش هذول يحطوا؟ المشكله طلع ابلق تعبان يا حرام. هسه انتبهت له لما طيرته مش قادر يطير يعني، قاعد بيلحق فيها غصب عنه. هي تعي. اوكي خرب الدنيا بس مش مشكله. والله كانت الفراخ عاد رايحه، هي كلها شاد قطعه واحده، شايف كيف؟ فيش غير الابلق عزف انفرادي. هسه ولو يحط، انا لو بعرف هيك ما طيرته. هسه بس ينزل بنشوف شو ماله، ليش تعبان مش قادر يطير بالمره يا زلمه. طلع راخي حاله رخي. حط تعال. والله تعبان يا حرام. عاد صحته هي طلع وعلى الرفصه يعني، مبين فيش في اشي طبيعي، اموره طبيعيه جدا. طلع ما شاء الله الفراخ كيف صارت، وقلت لكم يوم عن يوم تفرق. طلع ما شاء الله كيف شاده، هي كلها شاده بالعالي. الصلاة على سيدنا محمد. طبعا انا غبت منيح يعني، احنا صرنا قبل المغرب، اذن العصر وخلصنا العصر وصلينا العصر وكل شيء تمام، وبعديها طلعت لهم. هسه لما طلعت لهم هذا اللي شفته تعبان ففصلته وتخليه، فطلع هذا نفس الشيء مش قادر يطير. لما كشيته مبين معي وهو على البرمه، عشان هيك ما صورتش. بطلع الله ماله ايش فيه. بديش يطير انا حتى دلوح له هذول مش قادر، وهم شايفينه على الرفصه صاروا يقربوا. والريحان الازرق هذا غاب بمي لقايل، بس غاب بمي، حاطط له مشربيه برا عشان يشربوا يعني. طلع ما شاء الله والله واقف فيش فيه اشي. طب ايش فيه؟
فيش في اشي يعني لو تعبان بين معاي قبل ما اطيره، بس يعني الابيض بين معاي، الابيض بين معاي، هذا ما بين معاي بالمره. وديش اكشه، والمشكله هم شافوه صاروا بده يحطوه. مدام هيك خليهم شوي على البرمة، بس طول ما في واحد على الرفصة سلامتك. براس الازرق هسه كان معاهم محلى، مالهم هبل. طيب اليوم شو بدنا نعمل بالفراخ هاي كلها؟ بدنا نعطيها فيتامينات كلها. سود كمل. بدنا نعطيها فيتامينات، وهذا نعطيه مضاد فطريات هو الابيض. تمام. طري عين عشان انه غاب بمي تعب من البرمة، ونظبط لهم امورهم، لانه غير هيك بزبطش. لازم نعطيهم اليوم شوية ايش؟ فيتامينات وامور هاي نسلك معهم. طبعا مسكين برمة منيح، وانا دخت كمان مع البرمة، بحبش الف برمة انا مع الحمام، لاني بدوخ. طلع برمتهم هاي البرمة اللي هي احلى برمة، احلى من برمة الكبار. هاي عليو شو لما الفرخ يكون فرخك انت تعوده على برمة جديدة وعلى كل شيء، هذول خلطهم بالكبار بروحوا ببرموا لك غاد. طلعت هالمراسلي وين صار؟ المراس الازرق هي شايفينه؟ طلع هم صاروا يلحقوه. عاد والله طلعت طلعة منيحة، شفتوا أول ما صورت لكم إياها طلعت طلعة منيحة. هاي بلشت الحمام تطلع غاد. طال المراس الأزرق وين؟ راح غلاها. ولا بدك تغدرني وتحط؟ غاب بمي لقايل بس مش قادر يطير، هسه حينزل يراجع هسه. خليه يحط، هذا مش مشكلة. وين راح؟ نزل ما طلع شيء. خليه يحط. ابلك خرب الدنيا اليوم. ياه الريحاني يا اخوان، الريحاني ابصر شمط في سلك، شمط في اشي. وين راح؟ وينه؟ لا والله هيا. لا مش هيو، هذا اخوه نزل هيك من تحت، يعني بجوز حك في الجبل، شفته يعني. ارجع للفيديو بين الخشتين مرق، مش على الجبل. بسم الله وين راح؟ اوعى يكون ضرب بشي. يعني انا حطيت الحمام عشانه، لما شفته هيك تعب. هو الوحيد ما عرفش يحط. وين راح؟ ما اعتقدش على الكرميد، لا ما يعني كان كثير لتحت. تفضل هذا ملزق لي، ما بعرفش لمين هذا يا اخوان. هذا صار له شهر هيك بطعميه، بحن عليه، رجله مكسوره، شكله عشانه رجله مكسوره ما فيش منه فايده. هذا الحمار زتوه اصحابه، فلما زتوه اجى عندي هون، طعميته شوي خبز ما خبز كذا، لزق. صار له شهر تقريبا. الفراخ مش مزبوطه على فكره، الفراخ كلها مش مزبوطه. مش عاجبني ادائهم اليوم بالمره، يعني طاروا منيح وعلي وكذا، بس حاسسهم هافتات. يعني ان شاء الله ما يكون في اي مرض فات عليهم. يعني احنا ما خلطنا فيهم اي اشي، يعني كلهم فراخ سطح وكلهم ما شاء الله. والصغار اللي دخلناهم معاهم صحتهم احسن من الكبار، يعني الصغار صحتهم احسن من الكبار. امورهم تمام. هسه بنحبسهم يا رب، خليهم شوي هيك. هات نفتح لهم الباب هون، حيث اغلب العالم بلش تلين حمام على فكرة. حمامنا لسه بدها وقت يعني، بس مش كتير، يعني وقت اقل شوي. انا شايف كتير في حمام طايرة. يعني هناك في حمام، وهون قبل شوي شفت في قطعة هون هيك، ووراي كمان كان في قطعة قبل شوي اول ما طلعت.
طمنونا على الريحاني بس، وين راح؟ وين خلع؟ وين ضرب؟ بعرفش. شفته والله، انا شفته خلص بده يحط، حطت الفراخ كلها عشانه يعني، ويا ريته حط. استنى شوفه تحت، نزل كثير، حفر بالبرمة يعني بطريقة عن جد اني خفت عليه. طيب مبدئيا هو مش مبين، مبدئيا مش عارف وين هو، ومش على الكرميد لانه كان كثير على الواطي. كل ما طلهم بلاقي الحمار بوجهي. يعني انا اقول لك اللي مش عاجبني، تمام، بلجيكي هذا الابيض مش عاجبني وضعه، المسود الكبير هذا مش عاجبني وضعه، الابلق الاحمر مش عاجبني وضعه، بينات تعبانات. هسه لما حطوا بينوا معي. هسه كلهم هذول قبل ما طعميهم حطوا لهم فيتامين بالاكل، طعميهم بس يرجع الريحاني ايش بالسلامة. طيب حلقتنا ما كانت طويلة، يعني ما كانت طويلة، هي اجمالا فرجتكم الفراخ اللي جوا والفراخ هاي الفوجين، تمام. وان شاء الله بنعوض لكم اياهم بحلقة تانية تكون اطول شوي نوعا ما. ريحاني بستناه يرجع لاني مش عارف وينه. بنشوفكم على خير، يعطيكم الف عافية اخوان، سلام عليكم.